رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته، وطبتم أيها الأكارم بكل خير. وإلى المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى، حتى أنظر إلى الكتاب من عندي. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكانوا لا يتناهون عن منكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة والاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة،
أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه واستهموا اقترعوا. الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم عليه فهو العاصي. السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطامة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: جلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم من نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 11 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. 12 عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان وهو ركابه. نعم، وهو ركاب كور الجمل إذا كان نعم وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. 13 عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا ولتضربن أو ليضربن نعم، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. نعم، بارك الله حتى تأطروهم على الحق أطرا. وقولهم تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. 14 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. نعم، جزاك الله خيرا. إذن هذا الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف يعني واضح، المعروف من اسمه ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، يعني ما استحسنه الناس من حيث الشرع من حيث العقل ومن حيث العرف، هذا هو المعروف وتعارفوا عليه. والمراد بالعرف يعني عرف أهل الصلاح وأهل الخير ووجهاء القوم، هم أواسط أو أوساط الناس دون أهل التشديد والتساهل. كان في الأمة هناك متشددون وهناك متساهلون.
الأواسط هم الذين لهم عقول راجحة ترجح بين الصحيح والضار وغير ذلك. والمنكر عكسه ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وكما قال ما كرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا كله يندرج تحت المنكر. وفي الشرع أيضا وما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي كالكفر والبدع والفسوق وغير ذلك من الأمور. الآيات هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها أنه لا بد عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من استخدام الحكمة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والحلم والصبر. وفيها أيضا أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال فقط، بل تشمل النساء أيضا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون، المؤمنون والمؤمنات جميعا. أيضا فيها وجوب التناهي عن المنكر، فترك النهي سبب اللعن والطرد، ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالإنسان إذا أراد الخلاص لابد أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون رائده في ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا أن فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنجاة هذه الأمة وعصمتها من النكبات والعقوبات، وهذا ما ذكرته بعض ما جاء في الآيات وما تذكره بعض الأحاديث، مثل القائم في القائم والواقع، كمثل قوم استهموا على السفينة فأصاب بعضهم، ذاك الحديث الذي قرأته جزاك الله خير، نفع الله جل وعلا بكم. هنا قال ذكر بعض الأحاديث، هناك حديث حواريون يعني أصفياء وخلصاء وأعوان، وللأنبياء هم الأصل، هذا هم يعني الأنصار والذين جاهدوا معهم ونصرهم وكانوا في صفهم. والخلوف جمع خلف، والخلف يعني الذي يأتي جماعة تأتي بعد جماعة فخلف من بعدهم خلف، يعني جاءوا بعدهم وجاءوا على عقبهم، هذا هو المعنى الخلوف. يعني هذا معنى الأثر، هي الاختصاص كما قال، يعني أن يستأثر الأمر به، يعني يستأثر بالأمر، يعني يجعله يقف عنده ولا يعطيه لغيره، هذه الأثر. يعني فيها شيء من يعني هي قريبة من الأنانية في المعنى. هناك أيضا بعض الأخوة والأخوات ربما طرحوا أسئلة. الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة يعني العنيف في رعيته الذي لا يرفق بها ولا بل يحطمها. وقيل أيضا يعم يعني الذين يحطمون الناس، يعني الذين يبخسون الناس أشياءهم، يعني الناس التي ربما ترى في الناس خيرا، في بعض الناس خيرا، فيعمدون إلى تقعيسهم وإقعائهم وعرقلتهم والطعن فيهم ونبذهم وغير ذلك. هذا من الحطماء الذين يحطمون الناس، يعني لا يجعلون الناس يفعلون الخير ولا يثنون على الخير الذي يقدمونه، هؤلاء هم الحطماء. الرعاء جمع الرعاء بكسر الراء والمد، هنا جمع راع هنا بهذه. النخالة تعرفون النخالة أنتم؟ نخالة الدقيق واضح، نخالة الدقيق يعني قشوره، والمراد هنا هو التعبير عن الشيء الذي لا يعبأ به. النخالة هذه غالبا ما ترمى، لكن احنا عندنا لا ترمى، لكن هذه النخالة من باب القشر الذي يرمى ولا يستفاد منه. يعني هؤلاء النخالة من الناس، يعني أولئك الناس هم من الهمج الرعاع الذين لا يعبأ بهم ولا يهتم بهم، بل يرمون كنخالة الدقيق والشعير وغير ذلك. هذا هو المراد بالنخالة. يعني إذا كان وفيه يعني في هذا الكلام فيه أن الصحابة كلهم سادة وأفاضل وأنهم خير قرون الأمة، وفيه أيضا أن خير الناس من كان هينا لينا، خاصة إذا كان من أهل المسؤولية وأهل الوجاهة وأهل الحل والعقد، وبيده ربما مصالح الناس، فينبغي أن يرفق بهم وأن يكون أمينا في هذا العمل وغير ذلك. هذا هو المعنى من هذه الأحاديث التي ذكرت بعضها. جزاك الله خير. نعم أكمل. نعم الباب الذي بعده هو باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. هذا واضح يعني، ويذكر مجموعة من الآيات فيها أن الوعيد من الله جل وعلا والبغض الشديد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر ثم يخالف فعله قوله. من يفعل ذلك فهو مخالف لطريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومواعظ الواعظ لن تقبل حتى تعيها نفسه أولا.
يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا حملوها علما ثم لم يحملوها يعني لم يحملوها عملا، فشبههم الله سبحانه وتعالى بهذا الشبه السيء، وهو الحمار الذي يحمل الأسفار يعني الكتب الكثيرة وهو لا يفقه منها شيئا. وهتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل. هذا هو المعنى من هذا الباب. نعم اقرأ. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم، عن شعيب يجوز هنا، يجوز كسرها، يجوز عن شعيب يجوز تحريكها بالكسر. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة. نعم. أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة واضح. إن الله يأمركم، ذكر مجموعة من الآيات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن عرضنا الأمانة تؤدوا الأمانات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. الأمانة نوعان: أمانة في حقوق الله تعالى مثل العبادات وما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من توحيده وإخلاص الدين له سبحانه جل وعلا، وأداء الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى وخلاصتها طاعة الله سبحانه وتعالى في الأوامر والنواهي، وأعظم الأوامر توحيد الله جل وعلا، وأعظم النواهي الشرك به سبحانه وتعالى، ثم أداء بقية العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى مثل الإسلام، مثل الصلاة والزكاة والصيام. وقد جمعها عرفها ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد كفر وأشرك. هذه إذا كنتم تحفظون ثلاث الأصول فإنني أخذتها منها حفظا، يعني إذا كنتم تحفظونها وتضبطونها. أمانة أخرى هي أمانة في حقوق البشر والناس، هذا يتعلق ببر الوالدين اللي هم أقرب الناس وأقرب البشر، الوالدان، والأرحام، أرحام الناس والأبناء وهكذا، يعني تربيتهم والقيام على حقهم. هذه الأمانة، يعني الإنسان يرعى حقوق الله سبحانه وتعالى ويرعى حقوق عباده. إذا رعى هذين الحقين فقد أدى الأمانة. نعم يقرأ. نعم. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعملوا من القرآن وعملوا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا يردني دينه علي. هذا تقدير الكلام. نعم. لئن كان مسلما علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ولئن كان نصرانيا. نعم. عندي وإن كان. نعم. وإن كان نصرانيا أو يهوديا. ولئن قال في الأولى: لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا. نعم. عندك إن كان. نعم عندي وإن كان. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء والوقت، بالتاء المثناة من فوق، الأثر اليسير. والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم،
ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا رواه مسلم. قوله وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم الله أعلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني ومن أكبر خطأ نعم وإن من أكبر همي لديني مش نعم. لديني نعم لأنه مضاف. وإن من أكبر همي لديني أليس كذلك؟ لديني نعم. وإن لديني نعم عندي ديني لذلك لديني أنه قال بعدها فترى ديننا. نعم. وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال يا نبي الله بع مالنا واقض ديني وأوصى بالثلث يا نبي الله عندك هكذا قال يا بني سبحان الله من أين أتيت بذلك قال يا بني أنا ما عندي أنا متابع من حفظي ما عندي هذه يا نبي الله. نعم بارك الله فيك. قال يا بني بع مالنا واقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة 11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2,200 فلقي حكيم بن حسام عبد الله بن فقال يا ابني لا أخي من الدين وقلت 100,000 فقال حكيم وقلت 100,000 فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 2,200
قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف وستمائة ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال إن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100 ألف. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما ب100 ألف. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما ب100 ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100 ألف. معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. فقال قد أخذته ب50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600 ألف. فلما فرغ عبد الله بن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة. فأصاب كل امرأة 1000. فأصاب كل امرأة 1,100,000. فجميع ماله 50,100,000. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث الأخير فيه ذكر وقعة يوم الجمل. وفي البداية قال في البداية ذكرت، ثم وقعة الجمل هي وقعة مشهورة كما تعرفون، وقعت بين المسلمين، وكان طرفها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنهما. والغابة هذه التي يتحدثون عنها كثيرا، الغابة هي أرض شهيرة، مش الغابة يعني الغابة يعني الغابة واضح التي تفهمونها، يعني ليست الغابة، هي أرض شهيرة من عوالي المدينة النبوية، تقع في المدينة في أعلى، تسمى الغابة، وأرض كبيرة فيها ضياع وفيها هلكة، فيها يعني واسعة. وهذا الحديث يعني فيه الترغيب في المحافظة على أداء الأمانات، وفيها أيضا شدة أمر الدين، وأن الإسراع في أدائه من الضرورة بمكان قبل الممات. وفيها أيضا أن من قرع أبواب السماء بالدعاء قالوا يقضيه الله عني، يعني مولاك، قالوا مولاه، يعني قالوا اذهب إلى مولاي، المولى هو مولاه كان هو الله سبحانه وتعالى. فقرعوا أبواب السماء، أبواب الله سبحانه وتعالى بالدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مما يعين على قضاء الدين. ولهذا لما هذا كان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وجعل الله جل وعلا مولاه، كفاه الله سبحانه وتعالى وأغناه، فإنه سبحانه جل وعلا لا يخيب عبدا رجاه. وما وقع في هذه الوقعة، وقعة الجمل، ما بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرها من القتال، له توجيه وتأويل صحيح، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقد طلبت منكم حفظها. العقيدة الواسطية هذه مما ينبغي أن يحفظ. يقول رحمه الله تعالى في الواسطية، يقول ويمسكون، يعني أهل السنة والجماعة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه،
والصحيح منه هم فيه يعني الذي ثبت عنه وحدث أنهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات أو يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات لتمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وآخر إلى آخر ما قاله رحمه الله رحمة واسعة. نعم. بعد ذلك قال باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وذكر آيات وأحاديث، ذكر آيتين وبعض الأحاديث. الآيات ذكر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقد ذكر وما للظالمين من نصير. الظلم واضح ووضع الشيء في غير موضعه، والظلم يتعلق بحقوق الله. كاين ظلم نوعان: ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى كالشرك والبدع والكبائر وغير ذلك من الموبقات والأعمال، وأيضا ظلم يتعلق بحقوق العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. وذكر أيضا جملة من الأحاديث كلها تدعو إلى البعد واتقاء الظلم والتحذير منه. لماذا؟ لأن الظلم من كبائر الذنوب، وهو سبب الهلاك في الدنيا والكروبات الشديدة يوم القيامة، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله رحمة واسعة. نعم. تفضل يا شيخ دكتورنا العزيز. هذا باختصار فقط عن الباب. نعم. والظلم تحدثنا عنه في شرح حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث جبريل، حديث قدسي. نعم. نقرأ الشيخ في الأربعين النووية أقصد. نعم. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. يقاد يعني من القود، والقود يعني يقاد يعني يقتص للشاة الجلحاء اللي ما عندهاش قرون من الشاة القرناء التي لها قرون. هذا هو معنى يقاد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته وأنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. قال اللهم اشهد ثلاثة: ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الشيء دكتورنا العزيز، عندما تأتي مثل هذه الألفاظ ثلاثا، اقرأها ثلاثا. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويلكم، هكذا. نعم. سلامكم الله. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثة: ويلكم. لكن إذا قلتها لا تقل ثلاثا، إذا قلتها تحذف ثلاثا. نعم. بارك الله فيكم.
ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ورواه مسلم بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض من ظلم قيدة، وهذه يخطئ كثير فيها قراءتها قيدة، يقرأها قيدة وهي لا، هي قيدة بكسر القاف. نعم. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. نعم، يقال له ابن اللتبية على الصدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال بقرك لها اللهم هل بلغت نعم فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. شوف الصحيح في هذا الحديث من كانت عنده مظلمة بكسر اللام، والكثير يقرأها مظلمة، لكن مظلمة بالكسر هي بكسر اللام لا بفتحها. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، نعم، بقدر مظلمته وليس مظلمته. نعم مظلمة بكسر اللام. نعم بقدر مظلمته. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري.
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا فقال الله قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم وستلقون. نعم عندي لا خطأ في الشكل، ستلقون ربكم. نعم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه. وعن الشيخ أبو بكر حاول تسرع قليلا لأنه حال وقت العشاء عندنا وعندي مجلس بعده بعد قليل. نعم. نعم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام مخيطا فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مكبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن سلمة رضي الله عنه وعن أم سلمة نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك وجعل هذه القراءة في موازين حسناتك وحسنات كل من سمعها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ونلتقي إن شاء الله جل وعلا في المجلس القابل بإذنه سبحانه وتعالى. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ومغفرته.